معايا عندي مثال بسيط كده بدور على 5 بلاطات. اول حاجه البلاطه دي بلاطه بالكامل ابعادها 3 و3 6 8 3 ونص. هنا في بلاطه 2 3 هنا 3 3 هنا دي متر 40 وهنا دي متر 40 والبلاطه دي ابعادها 3 5 ودي 2 في 5. تمام؟ مطلوب انك تحل المثال ده وانت في الامتحان مش هيجي لك مثال اكبر من كده 5 6 بلاطات او 4 بلاطات بالكثير بحيث الوقت ما يبقاش خلاص. البلاطه دي متهبطه؟ ايه؟ متهبطه؟ هقول كل حاجه. اول حاجه لما بشوف المنظر ده معناه ان ده فراغ. يبقى ده مش بلاط، ده جزء فراغ كده ممنوع او ممكن يكون سلم، السلم تصميمه هناخده في اخر الكتاب. خلاص؟ يبقى انا حتى لو هو راسم لي الخطوط كده ممكن السلم يدوني ان هي خطوط على عباره عن الورق. تمام؟ ده معناه ان السلم ملوش دعوه بالكلام اللي احنا بنتكلم عليه هناخده في اخر الايه؟ في اخر الكتاب. تمام؟ طيب البلاطه دي معناها ايه الخطوط دي؟ دي معناها ان البلاطه متهبطه. يعني ايه متهبطه؟ يعني انا لو خدت سيكشن هنا في الكاميرا دي، السيكشن ده بيبقى ازاي؟ ادي الكاميرا اهي، دي الكاميرا بتاعتي. البلاطه اللي هنا سمكها تي اس. تمام؟ البلاطه دي اللي جنبيها بيبقى الطوب بتاعها مش نفس الطوب ده، علشان مواسير الصرف ومواسير لو عندي مواسير صرف ومواسير ميه ومواسير اي حاجه من الكلام ده بيبقى الطوب هنا مختلف عن هنا. تمام؟ ده علشان ايه؟ عشان ابدا احط في مسافه التهبيط دي المواسير بتاع الصرف، والطبيعي انك انت دايما عايز الحمامات والمطابق اقل من منسوب الشقه كلها علشان الصرف بتاع الميه كله يبقى عالي. فبنهبط الحمام والمطبخ. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ هل ينفع ان دي لو مستمره مع دي؟ الاثنين مش نفس المنسوب. هل ينفع مثلا ان الحديد الاستمراريه معناها ان الحديد العلوي اللي هنا يمتد ما بين البلاطه دي والبلاطه دي؟ لو انت فاكر في الكاميرات، لو انت عندك كاميرا كده جنبها كاميرا، ايه اللي كان بيخليك تقول ان الاثنين دول مستمرين؟ مش كنت لازم تمد الحديد ده تلت البحر وتمده هنا تلت البحر؟ لو جه واحد وقف الحديد بتاع الكاميرا دي هنا ووقف الحديد بتاع الكاميرا دي هنا، يبقى ساعتها تحل الكاميرا دي سمبل والكاميرا دي سمبل. طب هل هنا ينفع ان انا امد الحديد ده من البلاطه دي للبلاطه دي؟ لا، مش هتبقى صعبه شويه، تفصيلتها صعبه. فبنراقب نفسنا طالما المنظر ده موجود اعرف ان البلاطه دي متخبطه اكيد ما فيش اي حاجه لها. يعني تحلها لوحدها كده في البدايه. عندي دايما طريقتين للحل، طريقه الشرايح وطريقه الجداول. انا هريحك وهحل لك بطريقه الجداول، لان طريقه الجداول اسهل من طريقه الشرايح. تمام؟ هي اطول سنه بس تفاصيلها وانك تحتاج الاستراكشر اقل شويه. تمام؟ ولا نحل طريقه الشرايح؟ طريقه الشرايح يبقى انت مجبر انك تشتغل تبقى بتعرف استراكشر كويس. انما طريقه الجداول انت مش الاستراكشر مش هيبقى معضله بالنسبه لك. فخلينا في طريقه الجداول. اول حاجه عايز احددها، انا هو اعطيني في المساله الفلو طبعا 2 كيلو نيوتن على المتر المسطح، واعطيني اللايف لود 2 كيلو نيوتن على المتر المسطح، واعطيني الاف سي يو 25 ميجا باسكال. وميجا باسكال دي معناها ايه؟ نيوتن على الملي متر المربع. واعطيني الاف ال 400 ميجا باسكال اللي هي نيوتن على الملي متر المربع. طيب اول حاجه لو انا مش عاطي لك التي اس، هجيبها ازاي؟ ابدا حدد كل بلاط، هات لي الار بتاع كل بلاط. تمام؟ ولا خلينا الخطوه دي اقولها لك في الاخر. انا هدي لك في الامتحان دايما التي اس، اقول لك ان التي اس 14 سم. تمام؟ انا اعطي لك قيمه التي اس، فالتي اس انا اعطي لك 14 سم. فريح نفسك موضوع الايه؟ موضوع التي اس دلوقتي ريح نفسك هنا، بس اقول لك لو هي مش موجوده هتعمل ايه في النهايه؟ لو انت بتذاكر من كتاب مشهور او اي حاجه هتلاقي اول جدولين هيتعملوا عندك الجدولين بتاع حساب ال افكتيف. جدولين حسابات ال افكتيف. يعني هو عايز يسيب السبورت، يشوف السبورت في الاتجاه ده مسافتها من كام لكام. يعني انت هتاخدها من سنتر لسنتر ولا تاخدها جوه ال كلير ولا تاخدها 1.5% ال كلير. احنا اتفقنا ايه؟ ان احنا هنعتبرها ال سنتر لسنتر. يبقى اول جدولين ما تعملهمش، سهل اهو. اول جدولين ما تعملهمش بتاعت ال افكتيف. هتلاقي جدول ال افكتيف اكس وجدول ال افكتيف واي، هتلاقي بعض الكتب بيبقى جدول واحد. تمام؟ يبقى الجدول الثاني، اول الجدول الثاني حسابات الفا وبيتا.
اكس والالفا والبيتا والدبليو الفا والدبليو بيتا. والدبليو الفا بتساوي الالفا في الدبليو التيمت سلاب، والدبليو بيتا بتساوي بيتا في الدبليو التيمت سلاب زي ما احنا قلنا، البيتا في اتجاه الشورت في اتجاه اللونج والالفا في اتجاه الايه؟ الشورت. يبقى انا قبل ما اشتغل لازم ابقى حاسب الايه؟ الدبليو التيمت سلاب. قلنا الدبليو التيمت سلاب بتساوي ايه؟ 4 في الضغط كونكريت تي اس زائد الفلوريك زائد 1.6 في اللايف. معلش انا عايز واحد يكسب معايا بسرعه بس. عايز واحد بس بآلة كده يكسب معايا بسرعه، مش جايبين آلات؟ 1 و4 ركز معايا بقى. 1 و4 احنا هنوحد وحداتنا كيلو نيوتن ومتر. تمام؟ واللي انا هجيبه لك في الامتحان كده. والديزاين هيتوحد على نيوتن وملي. لما تيجي تعمل ديزاين هيبقى نيوتن وملي، وهقول لك هتحولها ازاي. 10 أس 6. الجبل اوف فريد بكام كيلو نيوتن؟ ب 25. في التي اس بوينت 14 لان دي 14 سم، يبقى انا عايزها بالمتر يبقى بوينت 14 زائد الفلور كفر 2 زائد 1 و6 في الغاية فلوت ب2 لان انا عطيه لك اللي هو كيلو نيوتن على المتر المربع وكيلو نيوتن على المتر المربع، فمش محتاجه تحويل. يبقى انا اقدر اجيب دي ب 10 وكام ولا 9 وكام؟ 10 9 كام؟ 10 9 دي كيلو نيوتن على المتر المسطح. تمام؟ يبقى انا لما اجيب الدبليو الفا، لما اجيب الالفا والبيتا اضرب الالفا في الدبليو التيمت سلاب اجيب الدبليو الفا، ولما اجيب الدبليو بيتا اضرب البيتا في الدبليو التيمت سلاب اجيب الدبليو بيتا. تمام؟ تعالى نبدا بقى. اول حاجه في الجدول ده هتلاقي ايه؟ بيسمي هنا السلاب اي دي. رقم البلاطات احنا هنسمي البلاطات اس 1 اس 2 خلينا دي اس 3 ودي اس 4. هل هنا في بلاطه؟ لا مفيش. ودي اس 5 لحد هنا كده ودي اس 6. تمام؟ يبقى انا عندي 6 بلاطات اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 اس 6. خلاص؟ طيب هتلاقي اول حاجه هنا مسميها لك ال افكتيف اكس اللي احنا قلنا هتبقى ال اكس، وال افكتيف واي اللي احنا قلنا هنسميها ال واي مش هنقعد نحسبها. هو هتلاقي نسميها ال افكتيف اكس وواي اللي ال شورت والال لونج اللي هي ال شورت والال لونج. تمام؟ بس انا هسميها اكس وواي عشان اجيب التسميه اللي في اتجاه اكس لوحدي واللي في اتجاه واي لوحدي. تمام؟ تعالى نشوف البلاطه اس 1 اتجاه ال اكس بتاعته كام؟ من سنتر تو سنتر الكاميرا هتبقى ب3. 3 مسافه من سنتر، المقصود بالال اكس هي المسافه من سنتر الكاميرا لسنتر الكاميرا 3. تمام؟ يبقى 3. اس 2 المسافه من سنتر تو سنتر بكام؟ 2 بس اشتغل معايا. اس 4 معلش اس 3 الاول. اس 4 اس 3 الاول 8 سنتر بكام؟ 8 اس 4 3 اس 5 اس 5 ال اكس بتاعتها 5 واس 6 ال اكس بتاعتها 1 و4. معلش هتلاقي دي كده ب4 2 متر. تمام؟ يبقى الاس 5 بتساوي 3 زائد المتر 40 يبقى 44. لا بالعكس احنا مش المفروض العدد اللي هي الواحد 4. اسمع اس 5 لحد هنا واس 6 هنا. احنا بناخد في اكس الاكس يا دكتور هي 1 و4 متر 40 اتجاه اكس اس 6 متر 40. تمام. انا بحدد ال اكس. طب ال واي تعالوا نشوف ال واي اس 1 اتجاه الواي بتاعك كام؟ 5 الاس 2 ب5 5 طبعا. اس 2 ب5 الاس 3 اس 3 ونص الاس 4 ب3 اس 4 ب3 واس 5 متر 40 41 44 ودي 44 اللي احنا كنا عايزينها. الخطوه اللي بعد كده العمود اللي بعد كده هتلاقي قايل لك الام اكس والام واي، واحنا قلنا الام المره اللي فاتت قلنا بتساوي كام؟ 1 للسن الام لونج او الام شورت 1 او 0.87 87
او بوينت 76. قلنا واحد لما تبقى ايه؟ سمبل سمبل. كونتينوس من جنب واحد اتجاهي. كونتينوس من جنبين. وبوينت 76 كونتينوس من الاتجاه. تمام. تعالى نمسك كله بلاطه. بالنسبه لاس واحد كونتينوس. لو انت بصيت على اتجاه الاكس بتاعها عشان نجيب الام اكس بتاعها متصله من الجنبين. من هنا في النقطه دي كده متصله من الجنبين. طب وفي النقطه دي متصل من جنب واحد. يبقى عندي 2 ام، عندي ام هنا بوينت 87 للبلاطه دي وبوينت 76. دي فكره. طب اخد انهي؟ اخد تحت. الكبيره ولا الصغيره؟ لا اللي تحت. اخد اللي تزود لي الار. هي الام دي مع الشورت ولا مع اللون؟ مع الشورت. مع الشورت. يبقى اخد الام ايه؟ الام الصغيره. الام شورت ياخد معاها الام الصغيره. الام لو كان الاتجاه الثاني في 2 ام وده الاتجاه اللونج اخد الام الكبيره. تمام؟ انا في الامتحان مش فارقه معايا حاجه، اخد الام اللي تريح. مش فارقه اي حاجه. مش هتفرق حاجه في النهايه. بتفرق ايه؟ بوينت 1 بوينت 2 معلش اقول لك إيه؟ ولا فارقه معايا حاجه. بص انا عندي 2 ام عند النقطه دي الكابولي ده بيقف لحد هنا. تمام. فانت لو انت حددت الشريحه دي لو بصيت على المنطقه دي من البلاطه، المنطقه دي من البلاطه متصله من الجنبين، يبقى الام بتاعتها بوينت 76 معلش. وهنا مفيش كابولي أيوة. متصله من هنا، يبقى الام بتاعتها بوينت 87. عندي 2 ام. طيب الاتجاه اللي حضرتك بتدرسه اتجاه اكس ده الشورت ولا اللونج؟ شورت. ده الشورت. انا عايز الار دي تبقى كبيره. الار تساوي الام لونج في ال لونج على الام شورت في الام شورت. انا عايز ازود الار دي. كل ما عندك امكانيه لزياده الار بحيث ان الالفا تزيد والبيتا تقل يبقى انت في الحاله دي افضل. طيب انت عندك القيمه اللي في المقام دي لها قيمتين، قيمه كبيره وقيمه صغيره. انهي اللي تخلي الار كبيره؟ لما تبقى قليله. لما تبقى صغيره. قليله علشان دي في المقام دي اقل من واحد. تقسم عليه. بالك الام اقل من واحد يبقى انا هاخد الام القليله لما تبقى في المقام. طب لو كانت في البسط كبير. اخد الام الكبير عشان تزود لي قيمه الار. اقول لك في الامتحان خد الام اللي انت عايزه مش فارقه حاجه، لان في النهايه هتفرق لي في التسليح ايه؟ واحده يطلعوا لي 5 و3 وواحده يطلعوا لي 5 و4، في الاخر خالص الاثنين هيتقربوا ل6. تمام؟ يبقى انا في النهايه هناخدها بوينت 87 وبوينت 76 معلش. خلاص انا هاخد الام الصغيره علشان انا في اتجاه الشورت ده. طيب اتجاه الواي علشان نريح نفسنا. اتجاه الواي في البلاطه اس واحد الناحيتين. ممتد من الجنبين. في بلاطه هنا اهي وفي بلاطه فوق يبقى بوينت 77. خلاص؟ طيب تعالى نشوف اس 2. اس 2 اخبارها ايه؟ نفس في اتجاه الاكس الاثنين برضه. من جنبين ومن جنب احنا واحد. قلنا البلاطه دي مفيش اتصال. يبقى عند النقطه دي كده هي ممتده من جنب واحد ممتده من واحد. قلت لك البلاطه دي اعتبرها مش موجوده ولما تتحل هي لوحدها. تمام؟ يبقى البلاطه دي مش موجوده وهنا البلاطه مش موجوده. يبقى الام عند النقطه دي بوينت 87 وعند النقطه دي كام؟ بوينت 87. بوينت 87. اتجاه الواي متصل من جنبين. 76. متصل من جنبين. طيب تعالوا نشوف اس 3. اتجاه الاكس سمبل. واحد. كام؟ واحد. اتجاه الواي عندي قيمتين. هنا كده بوينت 87 وهنا كده بوينت 87 انما هنا بواحد. بواحد. طب ده اتجاه الشورت اخد الاكبر ولا الاصغر؟ قلنا ناخد الاصغر يبقى اللي هي كام؟ بوينت 87. عايز تاخدها بواحد مفيش مشكله مش فارقه حاجه. فرقها بسيطه تمام؟ اس 4 سمبل من اتجاهين. سمبل من الاتجاهين. دي واحده. واحد. واحد كأنها عامله دي منفصل. اعتبرها ان هي بلاطه لوحدها مالهاش دعوه باي حاجه في البلاد. يبقى دي من كل الاتجاهات سمبل مالهاش دعوه بالبلاد. تمام؟ يبقى اس 4 بواحد. اس 5 بص البلاطات الكابولي انسى الام بتاعها اريحها خالص واعتبره مش موجود. ما تحسبوش عشان ما تضيعش. في حاجات كده صغيره بتضيع معاك وقت بس ريح نفسك. البلاطات الكابوليه ما تعتبرهاش تاني. ده انا ان انا هقول لك ممكن البلاطات الوان واي ما تحسبهاش تاني. يعني البلاطه اس 2 دي كنت ممكن ما تحسبهاش تاني. تعالى نحسب. هات الار بتساوي ايه؟ الام لونج في الام لونج على الام شورت في الام شورت. ابدا بص اللونج هنا اتجاه واي صح؟ يبقى ام واي في ال واي. يبقى هضرب دول في بعض في الوسط واضرب دول في بعض في المقام. يبقى 5.76 على 3.76 يبقى
5 على 3. تمام؟ 5 على 3. طيب تعالى هنا 5.76 الاكس والواي، يبقى هنا هتساوي الام واي في ال واي لان ده الكبير على الام اكس في ال اكس، يعني 5.76 على 2 في 0.87 كام؟ من 10. تعالى نحسب هنا البلاطه دي اتجاه الاكس هو الاكبر، يبقى في البسط المره دي اكس ولا واي؟ لا واي اكس بالعكس. اتجاه الاكس هي الاكبر. المرات اللي فاتت كان اتجاه الواي هو الاكبر، المره دي اتجاه الاكس هو الاكبر. الاكبر هو اللي بيتحط في البسط، يبقى 8 في الاكس بتاعته الواحد على 3.5 في بوينت 87، يبقى 8 على بوينت 87 في 3.5 كام؟ 2.6. الأكبر في البسط. الاكبر في البسط، اللون بتاعه اكبر يبقى في البسط. تمام؟ اللون بتاعه اكبر يبقى في البسط. تمام؟ دي بواحد. مش فارقه حاجه. واحد اهي 3 في 1 على 3 في 1 مش فارقه حاجه. لما تبقى البلاطه مربعه حط اي حاجه في البسط اي حاجه في المقام، بس خد بالك لو كانت البلاطه مربعه وفي ام مختلفه مش متساويه حط الام بتاعته الكبيره هو اللي في البسط. يعني مثلا تخيل ان كانت الام دي بوينت 87 يبقى ساعتها الاكس هو الكبير لان 3 في 1 اكبر من 3 في بوينت 87. المحصله دي الاكبر هي اللي بتتحط في البسط. تمام؟ تعالى هنا ولا فرق حاجه، ما تحسبش الامر بالبلاطه دي. طيب تعالى بقى نجيب الالفا والبيتا. انا حسبت الار، عايز الالفا والبيتا. حسبت الار، عايز الالفا والبيتا. بالجدول. اول حاجه البلاطات الوان واي، الالفا بتاعتها دايما في اعتبارها بواحد والبيتا بكام؟ ده هريحك. البلاطات الوان واي اللي الار بتاعتها اكبر من 2 الالفا بواحد والبيتا بزيرو، لانك انت كده لو جبتها بالجدول انت عند الار بتساوي 2 هتلاقي ان الالفا بوينت 85 والبيتا بوينت 05. عند الار بتساوي 2 بالظبط هتلاقي ان الالفا بوينت 85 والبيتا بوينت 05. طب الار اكبر من 2 معناها ان البيتا تقل، كل ما الار بتزيد كل ما البيتا تقل، فده معناه ان البيتا تبقى تساوي 0. والار ما ينفعش الالفا تبقى اكبر من 1، ما ينفعش مجموع الالفا زي البيتا يبقى اكبر من 1. يعني بقول لك ده نسبه توزيع الحمل. يعني ينفع مثلا اقول لك ان انا بوزع حمل قيمته 10 وتيجي تقول له الالفا ب2؟ هل ده منطق؟ انا بوزع قيمته حمل قيمته 10، هل منطق ان انا اقول لك مثلا هاخد منه 200% واحطه على الاتجاه الشرط؟ 70%. انا كنت بقول يعني مجموعهم مش 7 من 10. مجموعهم مش 7 من 10، لا كل ما الار بتزيد كل ما الاستفنس بتاع البلاطه بتقل، فنسبه التوزيع عند العمود بتقل. هو ليه المجموع عند الار بتساوي 1؟ عند الار بتساوي 1 ليه المجموع من الحمل في اتجاه الشرط. انت اساسا في حمل، انا لو حمل هنا الحمل الطبيعي اللي هنا ده هيروح للكاميرات والكاميرات تودي لي العمود. طب لو في حمل هنا جنب العمود هل المنطق ان هو يروح للكاميرا وبعد كده الكاميرا تودي لي العمود؟ هيروح للعمود على طول، هو ياخد اقرب مسار للعمود يبقى يروح للعمود على طول. عشان كده مجموع الالفا والبيتا اقل من 1. ليه؟ لان في جزء من الاحمال بيروح للاعمده مباشره، البلاطه ما بتتاثرش بيه. يعني انت لو واقف هنا هل تاثيرك زي واقف هنا؟ الطبيعي ان هنا عمرك ما هتعمل ديفليكشن في البلاطه، انما هنا لو بتضغط على البلاطه انت من السهل تكسرها. تمام؟ فيبقى في الحاله دي تاثير الحمل هنا مختلف عن هنا لان الحمل هنا رايح للعمود مباشره. تمام؟ يبقى في الحاله دي عشان كده الالفا والبيتا مجموعهم منسب. بس تخيل بقى البلاطه 3 في 3 دي كده، طب بلاطه 4 في 8 يعني عند الالفا بتساوي 2، اكيد نتيجه ان ال8 دي كبيره الجزء اللي هيوزع هنا ده يقل، فراح نقلله لك ونوصله 10% بدل 30%. عند البلاطات المربعه او البلاطات الاقرب للتربيع قال لك ان هو 30% هيروح للعمود مباشره. انما لو كل ما البلاطه تستطيل يبقى الجزء منه هيقل وهيدخل معايا في التصميم. كل ده ما يشغلناش في حاجه. عند الاس 4 اجيب الفا وبيتا في الجدول هتطلع معايا بوينت 35 وبوينت 35. طيب البلاطه الكابولي
المنطق بتاعها بيقول ان هي 1 واي ولا 2 واي؟ 1 واي. ليه؟ لان انت لو وسعتها 2 واي وقلت ان هنا في مثلث وفي شبه منحرف رايح في ايه؟ يبقى اي بلاطه تقول ان هي بلاطه 1 ايه؟ 1 واي. يعني الالفا بتاعتها بكام؟ 1 والبيتا بكام؟ 0. فاضل البلاطه اس واحد اللي انا محتاج اجيبها من الجدول. حد معاه جدول؟ حد معاه كام مشهور او كود؟ ايوه عشان نقول لكم على الجدول فين. تلاقي صفحه 16 و6 9 6 9. بص هتلاقي اهي تيبل 6 1 في صفحه 6 9 بيقول لك ايه؟ قيم المعاملات الفا وبيتا المناظره لقيم الار للبلاطات المصمطه. احنا قلنا البلاطات السوليد سلاب بنسميها بلاطات مصمطه او بلاطات كاميريه في حاله ان الحمل الحي اقل من 5 كيلو. يبقى احنا شغالين على الجزء ده. هتلاقي في جدول بعدها عشان ما تتلخبطش ده بتاع الهولو بلوك. طب اللايف لود اكتر من 5 كيلو نيوتن هنشتغل على الجدول اللي في صفحه 6 18. ده جدول في صفحه 6 18 ده في حاله ان اللايف لود اكبر من 5 كيلو نيوتن. ستة 17 خلاص. هتلاقي اهو قيم الالفا والبيتا والبلاطات ذات الاعصاب والبلاطات المصمطه في حاله شفه الضغط غير كامله. يعني اللايف لود كلمه شفه الضغط كامله او غير كامله معناها اللايف لود اقل من 5 كيلو نيوتن او اكبر من 5 كيلو. تمام؟ خلينا احنا دايما اللايف لود هيبقى اقل من 5 كيلو نيوتن. فخلينا في جدول 6 1 عند الالفا عند الار بتساوي 1.67 عند 1.6.65 وعند الواحد و7.7. خد اي رقم ما بين الاثنين ما عنديش مشكله. مش ال 1.67 ما بين الواحد و6 والواحد و7 يا عم. انا بقول لك عند الواحد و6.65 وعند الواحد و7.7 هخلي الار الالفا 0.67 ما بين البوينت 6.5 وما بين البوينت 7. خدت في المنتصف ما بينهم. تمام؟ عايز تاخد عند الواحد و7 وتبقى بوينت 7 ما عنديش مشكله. طب البيتا بوينت 14 وبوينت 12 خدها بوينت 13. تمام؟ خدها متوسط ما بين الاثنين. تمام؟ خد المتوسط ما بين الاثنين. طيب هنجيب دبليو الفا وهنجيب الدبليو بيتا. نجيب الدبليو الفا ونجيب الدبليو بيتا. اضرب الالفا في الدبليو التيمت سلاب. يعني هتضرب العمود ده كده في الدبليو التيمت سلاب يدينا ده الفا في الدبليو التيمت سلاب. اضرب كده هشام بوينت 6.7 في 10 و9. طبعا دي هتبقى 10 و9 7 و0. 10 و9 و0 كام؟ 7 و3 من 10. بوينت 13 في 10 و9 1.41. تمام؟ طيب دي 1 في 10 و9 ب 10 و9 وصفر وبصفر. تمام؟ البلاطين دول بوينت 3 5 في 10 و9 3 8 من 10 و3 8 من 10. دي 10 و9 و0 10 و9 و0. جبت الدبليو الفا والدبليو. طيب تعالى بقى نبدا نعمل حاجه. انا همسح الجدول ده اللي عايز اصور صوره كده عشان انا همسح الجدول ده. اخلي فيه حاجه بسيطه واقول لك اعمل ايه. عشان حتى هنا عشان